السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو اللي رايحين نتناولوا فيه مواضيع امتحان اللغة العربية وآدابها بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة. إذا قبل أن نبدأ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد المواضيع أول بأول مع تصحيحاتها النموذجية بإذن الله. نبدأ بالموضوع الأول والنص عنوانه ليس طفلا وحجارة، وهذا هو النص. أما بالنسبة للأسئلة فأولا البناء الفكري على 10 نقاط. السؤال الأول: بما يوحي عنوان القصيدة؟ وهل تجد له صدى داخل النص؟ وضح ذلك مدعما إجابتك بشاهدين من النص. السؤال الثاني: لما بنى الشاعر قصيدته على النفي والإثبات وما الغاية من ذلك؟ السؤال الثالث: ما سبب استياء الشاعر؟ أين يظهر ذلك في القصيدة؟ وإلى ما يدعو في نهايتها؟ السؤال الرابع: ضمن أي لون من ألوان التعبير الشعري تصنف هذه القصيدة وما الهدف منه؟ السؤال الخامس: حدد نمط الأسطر الستة الأخيرة واذكر مؤشرين له مع التمثيل. السؤال السادس والأخير من البناء الفكري: لخص مضمون القصيدة محترما التقنية. أما بالنسبة للبناء اللغوي اللي عليه 6 نقاط، السؤال الأول: ابحث في القصيدة عن المعاني التي تنتمي إلى حقل المقاومة. ثانيا عد إلى النص ثم بين نوع الإحالة النصية الواردة في قوله، ثم حدد الضمير وعائده، ثم بين دورها في بناء النص. السؤال الثالث: حدد نوع الأسلوب وغرضه البلاغي في قوله، واسكب أيها الزيت الفلسطيني أقمارك. السؤال الرابع: اعرب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. السؤال الخامس: قطع السطر الآتي تقطيعا عروضيا وسمي بحره. إنه العدل الذي يكبر في صمت الجرائم. أما بالنسبة للتقييم النقدي اللي عليه 4 نقاط، تقول نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر العربي المعاصر: أساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على وحدة تفعيلة. المطلوب على ضوء هذا القول بين أسباب ظهور هذا النوع من الشعر وما الذي يميزه عن الشعر العمودي. اذكر أشهر رواده. والآن ننتقل إلى الموضوع الثاني، والنص عبارة عن نثر، وهذا هو النص. ننتقل مباشرة إلى الأسئلة. نبدأ بأسئلة البناء الفكري اللي دائما عليها 10 نقاط. والسؤال الأول يقول: ما الموضوع الذي عالجه الكاتب في النص وما الهدف منه؟ السؤال الثاني: ما أسباب فساد اللسان العربي في رأي ابن خلدون؟ استدل من النص. السؤال الثالث: هل ترى أن ارتباط الدين باللغة كاف لحفظها؟ ابدي رأيك بمثال من الواقع. السؤال الرابع: أعطالك مقولة من مقدمة ابن خلدون وقال لك استخرج من النص ما يوافق معنى هذه المقولة. السؤال الخامس: حدد النمط الغالب على النص واذكر مؤشرين له مع التمثيل. السؤال السادس: لخص النص محترما التقنية. أما بالنسبة لأسئلة البناء اللغوي اللي عليها 6 نقاط، السؤال الأول: استخرج من النص 4 ألفاظ دل على الحقل الديني. السؤال الثاني: اعرب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. السؤال الثالث: بين نوع الجمع في الكلمات الآتية: الألسنة، أعقاب، ممالك، أساليب. السؤال الرابع: استخرج من الفقرة الأخيرة 4 روابط منطقية مختلفة دالة على الاتساق. السؤال الخامس: في العبارة الآتية صورة بيانية، حدد نوعها واشرحها ثم بين سر بلاغتها. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. هل كان سهلا بالنسبة إليكم أم صعبا؟ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد المواضيع أول بأول مع تصحيحاتها النموذجية. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.